وهلا رح نبلش بالرابطة الثلاثية. مثل ما قلت ثنائي وثلاثي ببلشوا دائما معي بعدد ذرات الكربون 2. تمام. عندك الاستيلين الايتيلين، المهم إين آخرته. ذرات الكربون 2 بنحملها ب 2 هيدروجين. كيف بطلع قانونه؟ قانونه على الشكل التالي. تمام. هيدا قانون الثنائي. بيكون عندك CN H 2 N ناقص 2. هي عندها ذرتين كربون. تمام. مضروب 2 راح اضربها بعدد ذرات الكربون 2 ناقص 2. 2 ضرب 2 4 ناقص 2 2، فبيطلع عندي ذرتين كربون ذرتين هيدروجين. تمام. معناتها هلا الصيغة المنشورة كم ذرة كربون عندي؟ ذرتين. انتبه، عندي ذرتين كربون وكونها ثلاثية بحط عندها 1 2 3 3 روابط. 3 روابط بعد 1 2 3 4 1 2 3 4 اتش. تمام. وبكتب شو صارت عندي الذرة النصف منشورة؟ أول ذرة كربون حملتها بذرة هيدروجين فصارت 1 2 3. تمام. وذرة كربون تاني أخذت ذرة هيدروجين واحدة. هلا ننتقل على اللي بعدها. 3 بروبين، 3 كربون 2 بتزيد شو 2 بتصير 4، أو طبقها على القانون. معناتها 1 2 3 3 روابط مشتركة. بعد 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. انتبهت؟ هيدي ما بتاخد ولا ذرة هيدروجين ابدا لانه تعبت او تحملت باربع روابط. تمام. فصار عندي 1 2 3 4 هون. فهلا بنكتب الرابطة من أول النصف روابط. تمام. فصار عندي 1 2 3 4 هون. فهلا بنكتب الرابطة من أول النصف منشورة. أول ذرة كربون أخذت ذرة هيدروجين، ربطت مع الذرة الثانية ب3 ذرات. تاني ما أخذت ولا ذرة هيدروجين، والثالثة أخذت كم ذرة هيدروجين؟ 3. 3 و1 4. معناتها شغلي صح. وبكمل رح كمل لكم 4 والباقي رح حمل الجدول محلول وانتو بتكفوا الباقي على هيدا الأساس. 4 البوتين، 4 ذرات كربون H. 2 4 6 1 2 3 4. أول رابطين آسف بحطهم آخر شي، فيك تحطهم آخر شي ما في مشكلة، بس أنا بحبس دائما نحطه أول شي. 1 2 3. هلا بنعد 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 وبحملهم بالهيدروجين. ما بيجي بحط هون هيدروجين غلط، هون ما بحط هيدروجين غلط. اتش 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 اتش. معناتها أول وحدة أخذت تحملتها بذرة هيدروجين وحدة رابطة ثلاثية. تاني انتبهتوا إنه التاني ما عم تتحمل، وهكذا التاني تحملت ب2، وآخر وحدة تحملت ب4. لا تنسوا الرابطة. تمام. ورح نكمل، انتوا رح تكملوا حل الجدول وانا رح ابعث لكم اياه محلول على المجموعة. اي سؤال اي استفسار لبكرة جاوبوا. يعني بكرة رح نعمل جلسة
عليهم. تمام، جربوا فيهم ورح سمع لكم فيهم بكرة.